السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم هاد القريصات المالحين اولا خبيزات اولا مملحات. المهم تقدروا تسميوهم كما بغيتوا، يعني كيجيو صراحه رائعين وفي نفس الوقت ساهلين، ما كياخذوا لا وقت لا حتى شي حاجه. صراحه هما المعتمدين عندي، واليوم قلت نشاركهم معكم بما انني عاوتاني حضرتهم هكايا. قلت علاش لا ما نصورهمش ونحضرهم معاكم. يعني كما قلت لكم راه ساهل، ما كياخذوا لا وقت لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للحشوه تقدروا ديروا اي حشوه كما بغيتوا، وكما كتشوفوا في الداخل كيفاش كيجيو صراحه رائعين وما غتشبعوش منهم صراحه. يعني تقدروا توجدوهم هكا للغوتي اولا ديروهم لوليداتكم. طبعا هذوك الناس اللي وليداتهم كيديو هكا للغوتي المدرسه تقدروا يديوهم معاهم اولا توجدوهم هكا العشاء. المهم كيجيو صراحه زوينين. وفي نفس الوقت هنايا درت شي وحدين بالشوكولات، يعني مره اخرى ان شاء الله غادي نشارك معكم نفس العجينه. غادي غير هي غادي تجي شويه حلوه بالشوكولات، كيجيو صراحه رائعين. دائما انا ملي كتشيط ليا العجينه لا اولا ما كتبقاش ليا الحشوه، ديك العجينه كنعمرها بالشوكولات هكا لبنياتي كيعجبوهم. وصافي غندوزو الطريقه ديال العجينه. المهم هنايا بالنسبه للدقيق استعملت الدقيق الابيض الفرص. درت 2 زلايف. عندي هنايا واحد دانون مسوس، عندي الخميره ديال العجينه، عندي معلقه ديال السنيده غير باش يعني هكا العجينه ديالنا تحمر، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وطبعا واحد نص كاس ديال الزيت، زيت نباتيه يعني. بالنسبه للكاس كما كتشوفوا عندي غير كاس ديال اتاي. وبالنسبه للبيضه غادي نستعمل غير البياض حيت الصفر باغياه للدهن باش هكا يجيو محمرين، فغادي ناخذ غير البياض غير باش ما يضيعش وصافي، حيت انا كنستعمل غير الصفر. وبالنسبه والدقيق عفوا ودانون مسوس. صافي يعني هذا الشيء اللي كاين في المقادير. والسر طبعا عند اي عجينه قطنيه او اي مملحات بغيتو ديروهم هكا، يعني مملحات معمرين، السر ديال العجينه ديالهم باش كيجيو رطبين وهاشين هو الزيت. يعني العجينه ديروا بلا ما ديروا فيها غير الخميره والزيت وشويه السكر والملحه، زيدوا لها الزيت يعني بلا بضانون مسوس بلا حتى شي حاجه. وهنايا غادي نزيد الماء. انا هنا وريتكم الزلافه باش عبرت هذا النوع هذا ديال الزلافه اللي استعملت. المهم انا جربت الفيديو بزاف حيت ما كنبغيش صراحه نثقل عليكم. والماء زدت كاس ديال الماء. المهم نتوما بالنسبه للماء شوفوا داكشي اللي غيجمع لكم العجينه، حيت اولا درت الزيت ودرت دانون، يعني ما غاديش نكثروا الماء. ديروا غير كاس ديال الماء. كما كتشوفوا العجينه كتجي مرخفه شي شويه، ولكن في نفس الوقت ما تجيش عاوتاني مرخفه بزاف، يعني ما وما تجيش ثقيله. وصافي هنايا راه كنبقى ندهن يديا غير بالزيت، حيت كما قلت لكم العجينه كتلصق في يدين، يعني هي مرخوفه شي شويه. وصافي طبعا انا هنا درتها غير في العجانه حتى تعجنات. داكشي علاش تقدروا انكم تعجنوها غير بيديكم. وصافي يعني طبعا هنايا غادي نخليها تخمر، يعني غادي نغطيها تخمر. ومن بعد غادي ندوز للحشوه. بالنسبه للحشوه كما قلت لكم تقدروا ديروا اي حشوه نتوما باغيين اولا كانت عندكم في الدار. انا هنايا الحشوه درت بصله مشلضه، عندي صدر ديال الدجاج درتو، تقدروا ديروا الكفته. عندي هنا واحد المطيشه قطعتها مشلضه حتى هي، تقدروا ديروا مطيشه الحك. وعندي هنا واحد 2 خيزويات حكيتهم، وواحد النص ديال الكورجيت حتى هي حكيتها. والعطريه كامله درت معلقه صغيره من كل شيء، يعني درت البزار الملحه، درت التحميره، درت السكنجبير، و والزيت حتى هي دابا ضفت الزيت. وصافي من بعد انا غادي نزيد واحد ضامه ديال البنه. غير انا هاد الضامه هذه اللي كنزيد ما ماشي ديال اللحم، يعني هي ديال الخضره. وصافي يعني طبعا اللي بغى يزيدها يزيدها، اللي ما بغاش ماشي ضروري تقدروا انكم تستغنوا عليها. هي هذه انا اللي صورت لكم كناخذها من الدي، يعني بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا راه ما فيها لا اللحم لا حتى شي حاجه، يعني بحال قلت كنور ديال الخضره. وصافي هنايا غادي نزيدو طبعا تقدروا تزيدوا القزبر والمعدنوس حتى هو. والخضره تقدروا ديروا اي خضره نتوما باغيين، اولا تقدروا ديروا الفلفله حتى هي. يعني انا ما كانش عندي الفلفله، ما كانش متوفره عندي. وصافي غادي نغطي الحشوه ديالي حتى غادي طيب. يعني كما قلت لكم حشوه سهله، يعني تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا اي حاجه. انا هاد المملحات كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو هما المعتمدين عندي في الدار، يعني دائما فوق ما كنبغي ندير شي حاجه هكايا ما كياخذوش عندي الوقت دغيا كنديرهم. يعني ما كنبقى ندير لا ديك الاشكال لا حتى شي حاجه، يعني هاد الشكل هكا ديال الخبيزات كنعمرهم
كيجيو زوينين وكياكلوهم هكا الوليدات، يعني حيت كيكونوا صراحه صعاب الوليدات ياكلوا سورتو الحاجه اللي فيها الخضره، ما كيحسوش بالخضره اصلا نهائيا اننا درناهم في هاد الحشوه هذه، يعني بحال الخيزو بحال الكورجيت اللي انا درت. صافي كنبقى نشحر الحشوه حتى كيطيب من هذاك الماء ديالها كامل، ما زدت لها لا ما لا حتى شي حاجه، يعني حتى كتنشف حتى كيبقى فيها غير ديك الزويته. وصافي هنايا غادي ندوز كما كتشوفوا هنايا داك الصفار ديال البيض ضفت عليه شويه ديال الحليب، وهنايا عندي جنجلان باش غادي نزين الكرصات ديالي في الاخر، وشويه د الزيت طبعا باش غادي نقطع العجينه. وهنايا عندي الفرماج. بالنسبه للفرماج انا غادي نستعمل هاد جوج، تقدروا تستعملوا اي فرماج نتوما عندكم. هذا ديال لي ساندويتش، وهذا ديال هاد الغابي هذا، يعني هاد فرماج غابي محكوك. وصافي غادي ندوز العجينه ديالي من بعد ما خمرات. بالنسبه للمقادير انا غادي نحاول نكتبهم لكم في صندوق الوصف، حيت دائما كنسى انني نكتب المقادير، مي غادي نحاول. واخا اسمحوا لي كنبقى نسرع عليكم الفيديو حيت ما كنبغيش نطول، يعني حتى بالنسبه للمقدمه ما كنبغيش انا نطول، كنبغي نيشان ندخل ونشرح وصافي، يعني باش هكا الواحد ما يملش. وصافي هنايا العجينه كما كتشوفوا صراحه كتجي زوينه، يعني كما قلت لكم اي عجينه نتوما بغيتي تعجنوها السر ديالها هو الزيت، يعني غير ضيفوا عليها الزيت، ماشي ضروري انكم تديروا ديك نص كاس ديال الزيت، غير واحد 3 معالق ديال الزيت راه كيعاونوا العجينه كتجي مرخفه، كتجي قطنيه، يعني العجينه كتجي بحال القطن الا زدتوا فيها الزيت. صافي هنا طبعا الحشوه من بعد ما بردت طبعا ضروري انكم تخليوها تبرد، كديروها وكتزيدوا عليها الفرماج اللي بغيتو. تقدروا ديروا غير هاد الفرماج هذا، ولا ديروا هاد الشيدر حتى هو، يعني اي فرماج بغيتو ديروه، اولا ديروا غير الحشوه بوحديتها، يعني ماشي ضروري انكم كاع ديروا الفرماج. الا ما كانش عندكم ديروا الحشوه بوحديتها. طبعا تقدروا ديروا اي حشوه، ماشي ضروري انكم ديروا فيهم اللحم، يعني ما عندكمش اللحم ما ديروش، ديروا غير خضره، اولا ديروا بالكفته، يعني حتى بالكفته كيجيو زوينين. انا صراحه غير كيعجبوني بزاف هاد الحشوات اللي كيكونوا فيهم هكا ديال الدجاج. وصافي كنبقى نعمرهم بهاد الطريقه كما كتشوفوا، وكنبقى نجمعهم في التحت هكا كما كيبانوا لكم، ونبركوا على العجينه مزيان، وعاد باش هكا ما يتحلوش في الفران، سورتو ديك الفرماج ما يجيش هكا دايب وخارج منهم. لهذا كنبقى نسبق الفرماج هو الاول كما كتشوفوا، يعني الفرماج كنسبقه هو الاول، والحشوه كنديرها في في الاخر باش ملي غادي يتسدوا، يعني حيت ملي غادي ندير الفرماج الاخر ديك الفرماج يقدر هكا يخرج منهم اولا. يعني صافي كنبقى نجمعهم هكا مزيان، وكنبرك عليهم وكنحطهم هكا في الطاوه ديال الفران حتى غادي نكملهم كاملين كما كتشوفوا. يعني ما محتاجين لا نشكلهم لا حتى شي حاجه، هكا نقطعوهم هكا بحال مسمنات وصافي ونعمروهم. صافي هنا غادي نقطعهم كاملين حتى غادي نساليهم كاملين. وصافي بالنسبه لهاد العجينه هذه، دائما ملي كتشيط ليا العجينه والحشوه ما بقاتش عندي، دائما كنعمرهم بالشوكولات، وصراحه بناتي كيعجبوهم كيبغيوهم هكا بالشوكولات. انما ان شاء الله في فيديو قادم يعني تقدروا ديروا هاد العجينه نفسها، ولكن تقدروا تزيدوا عليها شويه ديال الفاني، وتزيدوا عليها هكا واحد البيضه، وتزيدوا عليها مثلا شويه ديال السكر باش يجيو هكا حلوين، يعني تنسموهم باش يجيو هكا بحال البريوش، وتعمرهم بالشوكولاط، يعني نفس هاد العجينه هذه. انما ان شاء الله غادي نشاركها معكم مره اخرى في فيديو، ان شاء الله فيديو واحد اخر. وغير نتوما الا بغيتيهم هكا يجيو الشكل ديالهم ديال البريوش، من الاحسن انكم تعجنوهم بالحليب في بلاصه الماء، اولا كما قلت لكم راه بهذه الطريقه هذه كيجيو زوينين. يعني غادي تشوفهم في الاخر هنايا من بعد ما كملت هذوك اللي عمرتهم زعما هكا بديك الحشوه، ما بقاتش عندي الحشوه، شاط لي العجينه هنايا كناخذ شكلاط كنعمرهم شكلاط عاديه، يعني من الاحسن تكون هكا ديال هادي ديال كما كيسميوها، ماشي الاخرى اللي كتكون القاصحه، لا هادي بحال اللي طله زعما اللي كتكون هكا ديال لا تختين، يعني الشكلاط تختيني. وصافي حتى هما غادي نستفهم في الطاوه ديالهم اولا في هكا في ديال الفران.
صافي غنبقى على هاد الطريقه حتى نكملهم كاملين. انا في هاد الوقيته هادي من بعد ما غنساليهم غادي نشعل الفران. المهم الفران كنديرو عادي، يعني كنشعلو بحال غادي نطيب الخبز، ما يعني كنطيبهم على طريقه ديال الخبز، ماشي ما عندهمش شي طياب اللي هو خاص انهم يطيبوا بشويه ولا شي حاجه، لا، حيت العجينه باش هكا تجي منفخه يجيو هكا طالعين. وصافي من بعد ما نسالي هادو غادي ندوز الاخرين، غادي ندهنهم بديك صفار البيض مع شويه ديال الحليب، وغادي نرش عليهم الجنجلان وغندخلهم ديريكت للفران. ما خليتهم لا يخمروا، حيت انا اصلا في هاد الاثناء راه كيبداو يخمروا، حيت اصلا العجينه حنايا عندنا خمرات في الاول. يعني غير في هاد الوقيته اللي خليتهم حتى كملت العجينه كامله، دزت عليهم بهاد صفار البيض مع شويه ديال الحليب، وغادي نرشهم بالجنجلان وغندخلهم للفران في البلاصه. ما خليتهم لا يخمروا مره اخرى لا حتى شي حاجه، كما قلت لكم، حيت اصلا راه بداو يرتاحوا، زعما بداو يخمروا. صافي كندخلوه للفران، يعني تقدروا ديروا كما قلت لكم على درجه الحراره ديال الخبز ديالكم اللي كطيبوا به الخبز ديالكم. بالنسبه لهنايا تقدروا ديروا اي حاجه، اولا تخليوهم غير هكاك، ما بغيتوش ديروا لا جنجال حتى حاجه حتى شي حاجه، راه غتخليوهم غير هكاك، اولا حبه السوداء، اولا المهم اللي عندكم. وكيجيو رائعين صراحه الله، كيجيو زوينين وساهلين في نفس الوقت. هنا غادي ندوز للاخرين. انا صافي ديك البلاطو راه دخلته دابا الفران يطيب. هنا غادي ندوز لهادو حتى هما ندهنهم. وصافي من بعد ما طابوا الاخرين غادي ندخل هادو. يعني انا درجه الحراره تقريبا درتها 200، يعني طلعتهم جهدت على الفران نيت مزيان كما قلت لكم على الطريقه اللي كنطيب بها الخبز. وصافي هنا من بعد ما خرجتهم كيجيو على هذا الشكل هكايا، كما كتشوفوهم كيجيو هكا محمرين من الفوق ومن التحت. انا راه باقي سخونين، يعني ما قدرتش نقيسهم. وكما كتشوفوهم هنايا هذه هي اللي قطعت معكم في الاول ديال الفيديو. يعني كما كتجي العجينه رطبه كيجيو هشاش، وكتجي العجينه هكا يعني قطنيه، يعني كتجي زوينه. هي صراحه هاد العجينه الا ما عندكمش ضانون مسوس تقدروا تستغناو عليه. تقدروا كما قلت لكم ديروا غير الزيت، غير الزيت صافي يعني. وهنايا كما كيبانوا لكم هنا مع داك الفرماج في الداخل كيجي دايب. وصافي هنايا خرجت هذوك الاخرين ديال الشوكولات حتى هما راه باقيين سخونين كما كتشوفوهم. وصافي راه حتى هما راه كنت وريتهم لكم في الاول ديال الفيديو. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساونيش بلايك وباشتراك وبتعليق حتى هو، والى فيديو قادم ان شاء الله.